ده لبن دافي شويه، ودول لترين من اللبن. تمام، يعني لو حطينا صباعنا كده نستحمل السخونيه بتاعته عشان نعمل زبادي. وهنعمل النهارده زبادي بكل سهوله، من غير فرن، من غير اي ماكينه، يعني بدائي شويه. بصوا بقى، انا عندي علب الزبادي دي بصوا، هنفضي علبتين بس مش اكتر. ادي اول علبه بالقشطه بتاعتها، بس تكون جامده. يعني اختاروا لبن، لو هي هتبقى مثلا زبادي بلدي زي ده كده، اختاروا المنتج يكون دسم شويه. يعني بصوا هوريكم حاجه، بصوا القشطه، بصوا القشطه قد ايه، شايفين القشطه اهو، بصوا كميه القشطه. انا هاخدها كلها، يعني انا هاخد القشطه كلها. تمام، هجيب بس المضرب وارجع لكم. بصوا بقى ايه الاضافات اللي انا بضيفها على الزبادي عشان تديها طعم حلو. عسل ابيض، لو مش حابين الفكره خلاص مفيش اي مشكله، بس انا بديها ايه كده قيمه معلقتين عسل بس كده خلاص. وادي المضرب اليدوي العادي جدا، لو ما عندكيش مضرب ممكن تشتغلي بالكبشه او حاجه. بصوا المضرب فيه ايد بايظه، بصوا شايفين الايد. طب انا مش عارفه اخرجها، هنفضل نضرب لغايه لما نلاقي فيه رغاوي كتيره. يعني الرغاوي دي لا، انا عايزه كمان رغاوي. عايزين نتاكد ان الزبادي كله داب مع اللبن، وكمان العسل داب تماما مع اللبن. قولي لي ليه حركه الرغاوي دي؟ الرغاوي دي هتخلي الزبادي عندك فيه كميه قشطه مش طبيعيه. انا شلت القشطه بتاعه اللبن. هجيبكم جدا يا جماعه والله. خلاص ضرب وارجع لكم. بصوا بقى، ضربنا الزبادي تمام بقى بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هوريكم كمان اكتر، لحظه واحده. بصوا شايفين الوش عامل ازاي؟ كانه وش قشطه. بصوا الرغاوي قد ايه. بصوا عشان بس ايه تعرفوا ان الزبادي بتاعنا هيبقى ما شاء الله تبارك الرحمن حاجه جميله. خلاص دي الحله اهي، هنعمل حاجه. بصوا بقى صينيه اهي، خلاص ادي الصينيه. هنعمل وادي الزبادي الكبشه بتاعتنا الحلوه. هقول لكم على حاجه، دي بولات اهي بتاعه الزبادي، هي مغسوله ومتنشفه كويس جدا. خلاص اي صينيه عندك بقى. دي انا كنت بحمص فيها سوداني من شويه، فقلت لا انا مش هغسلها، هسيبها زي ما هي، وبغسلها بقى بعدين وهتعرفوا ليه بقى. ماشي، هناخد نص الزبادي هنعبيه في البولات، والنص التاني هقول لكم هنعمل فيه حاجه حلوه قوي. الشباك في وشي وعيني دمعت من البرد. بصوا دي نص الكميه هي بتاعت الزبادي، ودي نص الكميه. يعني انا عملت كده ايه 6 بولات من الزبادي. تمام، والنص التاني هعمله برضو بس بشكل تاني، خليكم معايا. بصوا بقى، ده الزبادي الباقي. بصوا ده ظرف كريم شانتيه بس بالفراوله. تمام، عايزين بقى ايه الطعم يبقى كريمي كده وطعمه مختلف شويه، يعني يبقى ايه كانه زبادو. عارفين الزبادو، طعم الزبادو كده اللي بيتباع بره بالفراوله وكده. انا عايزه الطعم يبقى كده بالظبط. خليكم معايا يا ولاد اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دايما لازم نسمي في كل حاجه يا جماعه علشان الحاجه تطلع فيها بركه وليها طعم. بصوا بسم الله، شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللون يتحدث عن نفسه. تحفه 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 يا جماعه، تحفه رهيب.
ده بقى بصوا تاكلوا منه وتدعوا لي، زبادي رهيب. زبادو بصوا بقى، لا تقولوا زبادو ولا بتاع. انا بقيت اجيب دلوقتي علبه الزبادو تقريبا ب 30 40 جنيه حاجه زي كده، بس لما بكون بره، يعني لما بكون بره مسافره ومضطره ان انا اشرب حاجه، لان انا ما بحبش الحاجات اللي هي المواد الغازيه والكلام ده كله. تاني بصوا، شايفين؟ فبضطر بقى ايه الحاجه اللي انا اعرفها عشان اشربها؟ الزبادو. هو ده الزبادو، بس انا هنعمله جامد شويه. نعبي بقى الزبادي بتاعنا الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما نسمي بقى، نسمي كده بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا الزبادي ده يا جماعه هتعملوه بعد ساعتين بالظبط، هتلاقوه جامد وفله شمعه منوره، يعني ما بياخدش وقت. فاهمين قصدي؟ استنوا عشان هعمل لكم كمان حركه حلوه هتحبوها، زي ما عندي كمان الولاد بيحبوها. ده كده زبادي بالفراوله كريمي، كريم شانتيه. يعني بصوا لو قدمتوه في رمضان كده لاي حد، ولا اي حد هيعرف ان انتوا عاملينه. هقول لكم على حاجه تانية، لو علبه الزبادي دي ربطت منك وبقت خلاص زبادي، ممكن تضيفي 2 منها، تمام، على نص لتر من اللبن، تمام، وربع كيلو من الفراوله، وتفرجي على الجمال والعظمه. عايزه بقى تسكريها بسكر، عايزه تسكريها بعسل، انت وراحتك. هوريكي حاجه دلوقتي هتعمليها وهتعجبك. بصوا يا جماعه، ده صوص فراوله، تمام، ده صوص فراوله انا كنت عاملاه معاكم في فيديو للفراوله. خلاص هاخد منه معلقه في كل بوله من دي، وهشوف بقى البولات اللي باقيه واكملها فيها. بصوا اهو، هاخد بس معلقه صغيره، مش هاخد معلقه كبيره ولا حاجه اهي. بصوا وهتشوفوا دلوقتي معايا اهي، رهيبه رهيبه. دي عباره عن ايه بقى؟ هتقولوا لي عباره عن ايه يا هلا؟ هقول لكم. ده كان كيلو فراوله، حطيت عليه كوبايه سكر واحده بس. انا ما بحطش كيلو ولا حاجه على الكيلو الفراوله، كوبايه سكر واحده، علشان انا مش عايزه لما اجي اكل فراوله احس ان انا باكل مربى او سكر. لا، انا بحب الصوص كده، انا بحب الصوص يبقى بطعم الفراوله، وهيلا فيه شويه سكر كده، تمام يا جماعه. فعلشان تعملي صوص فراوله حلو وينفعك كده في كل الحلويات، ما تكتريش فيه السكر، تمام، ما تكتريش فيه السكر علشان يبقى طعم الفراوله ظاهر اكتر من طعم السكر. يعني تاكلي فراوله كده مسكره، مش سكر بالفراوله. فاهمين قصدي يا جماعه؟ تمام. انا عملت اهو بصوا، يعني انا وزعتها كده في البوله. ودي كمان ليه بقى انا بوزعها؟ علشان الفراوله عندي قطع. طيب بعد ما حطينا بقى كوبايه السكر على كيلو الفراوله، حطيناها على النار. لا، سبتها الاول نص ساعه. الميه الفراوله نزلت الميه بتاعتها بسبب ايه؟ السكر. بعد كده حطيتها على النار، واول لما نقصت النص مش الربع يا جماعه، ضفت عليها معلقه نشا وعليها معلقتين من الميه، قلبتهم كويس جدا على الفراوله، وضفت نص معلقه جيلاتين مدوباها برده في معلقه ميه، وقلب قلب قلب، وعلى نار هاديه يا جماعه 10 دقايق، على نار هاديه 10 دقايق. وهو ده صوص الفراوله، مفيش اسهل ولا احسن من كده. عايزه تعملي بقى حاجه حلوه، عايزه تعملي كيكه الفراوله، عايزه تعملي اي حاجه، تضيفيه على الجيلي، تضيفيه على الكنافه، تضيفيه على الجلاش، على اي حاجه بيبقى خطير. ان شاء الله هعمل لكم بقى جلاش وكنافه بامر الله تعالى في رمضان، مختلفين بقى. احنا عايزين نغير بقى عن العادات والتقاليد، مع ان مفيش احسن منها والله يا جماعه. اجيب بقى بولات تانية وارجع لكم. بصوا جبت البولات دي مربعه، دي اساسا بتاعه الزبادي يعني، فانا هضيف عليها كمان ايه؟ باقي الفراوله دي هخلصها علشان محتاجه البطرمان، خلاص نجيب كمان واحده. ان شاء الله ده هياخد 3 بولات، بس انا هحاول ايه يعني اعمل واحده كده من غير فراوله كمان، بس كده على الحال. خطيره. لازم كده نفنن في الحاجات. اصل انت عندك عيالك هيطلعوا يجيبوا علبه زبادو، علبه رايب، علبه مش عارفه ايه. وليه ما تعملي في البيت؟
2 لتر لبن. عندنا اللبن هنا في بلدنا العميقة العريقة ب30 جنيه. تمام. انا مش عارفة بقى هو فين عندكم، معرفش اساسا انتوا ساكنين فين يا جماعة، بس ربنا يصبركم لو اللبن اغلى من كده يعني. خلاص انا عندي اللبن ب30 جنيه، بس انا بجيبه من عند حد يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، بيبقى عنده زباين كتير. ده هياخد ده بنقلبها هنا بقى، فاهمين قصدي؟ بيبقى عنده زباين كتير وهم اساسا عندهم مزرعه. هاي ليه كده ليه كده؟ خلاص بيبقى عندهم مزرعه، فاللبن بتاعهم بيبقى طازه وبيبقى سمين جدا، سمين. حتى انا جايبه منهم الزبادي اللي انا عاملاه خميره. بالمناسبه يا جماعه الخميره بعملها مره واحده بس. صب الزبادي نخلص الاذان وارجع لكم. اهو يا جماعه غطيت كل الزبادي، لسه بس في ايه واحده كده ما اتغطتش، مش مشكله يعني، مش هتعمل ازمه ولا حاجه. خلاص اهي بصوا دي كل كميه الزبادي، وكمان هحطه في صينيه صغيره. بصوا بقى كده خلاص الصينيه جاهزه. دي ميه دافيه مش سخنه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هنصبها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يا دوب تملى الصينيه، مش لازم يا جماعه نملاها لفوق، لا يا دوب بس تيجي من الاطراف ومن هنا ومن هنا، تكون بس ايه باينه ان هي مغطيه الزبادي من تحت، يعني البوله لامسه من تحت الميه بس، مش اكتر ولا اقل. خلاص بصوا علشان اضمن ان الزبادي يربط معايا ما يفكش ولا يحبب، احطه في الفرن. ده خياري الاول يتحط في الفرن، بس الفرن يكون مطفي ويكون دافي، يعني تفتحيه 5 دقايق بالظبط وتطفي عليه وتحطيه بعدها. اما الخيار التاني وانا هعمله لانه سهل جدا. دفايه عندك، دفايه من بتاعه السرير دي، ونغطي عليه ونقفل شبابيك المطبخ كلها. ساعتين هتلاقي الزبادي معاكي ربط وبقى معاكي فله شمعه منوره. اشوفكم بقى بعد لما الزبادي خلص. بصوا بقى ده بعد ايه بقى 3 ساعات بالظبط. بصوا الزبادي اهو، شويه ميه صغيره قوي لا تذكر. بصوا بقى الزبادي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني وصفه رهيبه. عايزاكم كلكم تجربوها يا جماعه عشان تعملوها للسحور. بصوا بقى الجمال والعظمه، شايفين؟ ما وعدش اهي الحمد لله. نشوف بقى الفراوله او اللي بالكريم شانتيه. بصوا دي بقى ما ينفعش تتقلب، للامانه ما ينفعش تتقلب علشان الكريم شانتيه كريمي شويه، فمش هينفع تتقلب، بس انا هوريكم القوام بتاعه. بصوا يا جماعه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. رهيبه 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 رهيبه، كريمي وناعمه جدا جدا. بصوا شايفين القوام عامل ازاي؟ تحفه. اتمنى بقى تجربوا الوصفه الجميله دي. بصوا احلى حاجه في العلب دي ان هي ايه ماسكه نفسها. بصوا اهي شويه ميه صغيرين جدا جدا. بصوا ده الزبادي الابيض، انما الزبادي اللي هو ده لا ما بيتقلبش بصراحه، عشان اكون صادقه معاكم. بس هو بصوا القوام بتاعه ماسك شويه، بس انا اخاف ان انا اقلبه يتهرس مني، بالعربي كده يتهرس مني. خلاص انا عايزاكم بس تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم، وقبل اي حاجه ما تنسوش اللايك والشير وتبعتوا الفيديو لكل اصحابكم.